نسمع كده أول مشكلة معانا النهاردة. اتفضلي. مساء الخير يا دكتورة. أنا رغم إن عندي 30 سنة إلا إني اتجوزت 3 مرات، مع إن في ناس في سني لسه متجوزتش أصلا ولسه بيفكروا يبدأوا حياتهم في الوقت اللي أنا حاسة إن حياتي انتهت. قصتي بدأت بعد وفاة والدي وأنا عندي 17 سنة. عمامي قرروا يجوزوني رغم إني كنت شاطرة في المدرسة، ورغم إن بابا ساب لنا اللي يعيشنا كويس، لكن برضو قرروا يجوزوني. وماما كانت سايباهم ياخدوا قرارات حياتي واختاروا هما العريس، راجل كبير عاوز واحدة تخدمه وتراعي، مش عاوز زوجة. صحيح كان حنين عليا وعوضني عن غياب بابا، بس ما كنتش سعيدة ولا مرتاحة، كنت عايشة وخلاص. اتوفى بعد جوازنا ب6 سنين، وبعد سنة قرر أهل بابا يجوزوني تاني من راجل كان متجوز قبل كده وعنده كمان ولاد. كان كل همه يحط ايده على ورثي من جوزي السابق وورثي من ابويا. وبعد مشاكل بينه وبين عمامي، لان هما اللي ماسكين كل حاجة، طلقني بعد 2 سنين. قلت لهم خلاص مش عايزة اتجوز تاني، لكن كل شوية واحد من عمامي يجيب لي عريس اقول له لا مش هتجوز، لغاية ما اتفقوا على واحد جارنا كان سمعته كويسة وما اتجوزش قبل كده. كان كويس لغاية ما لقاني ما خلفتش بعد سنة من جوازنا، فراح اتجوز من غير حتى ما يخليني اكشف ونعرف اذا كان عندي عيب ولا لا. بعدها اكتشفت اني حامل، بس لما اهلي عرفوا موضوع جوازه غصبوه يطلقني رغم اني كنت متحملة وما اشتكتش. دلوقتي بعد ما خلفت اهلي عاوزين يجوزوني تاني، وانا خلاص قررت اربي ابني وبس، خاصة ان عندي اللي يخليني ما مدش ايدي لحد. قوليلي اواجه اهلي وانفصل بحياتي ولا اعمل ايه؟ انا تعبت. الحقيقة أنت اتأخرتي قوي إنك تعرفي إنك محتاجة تاخدي قرارك بنفسك. القرار الأولاني اللي في سن 17 سنة أنا مش هقدر ألومك عليه، لأن سنك صغير ولسه بتكونيش فاهمة الجواز ومش فاهمة إيه الحياة وإيه الدنيا. تمام، ربنا خلاكي تعيشي سنين حلوة أو وحشة، لكن عشتيها وأصبحتي أرملة. فهنا الجوازة دي كانت كفاية قوي إن لما يقولك تتجوزي واحد تاني يكون لك رأي. أنا اللي شايفاه كله جوزوني، قالولي، ماما، هما. طب وبعدين الزوج التاني انتوا بتسألوش على عرسان خالص ولا انتوا يعني هو اللي بيخبط على الباب بتاخدوه؟ يعني واحد جاي عشان ياخد فلوسك وعشان عارف ورثك. طب احنا بنسألش عن الناس؟ هو لما بيجي يخش بعد اسبوع بنتجوزه؟ طيب لقوه طمعان في ورثك فاتطلقتي منه، حاضر، انا مش عارفه هو اللي طمعان في ورثك ولا عمامك اللي طمعانين في ورثك ولا ايه بالظبط. انا حاسه ان الموضوع فيه حاجه شويه ليها علاقه ماديه باللي بيحصل ده. الجوازه الثالثه الراجل كان كويس بس فجاه عايز يطلقك. انا لغايه دلوقتي انا ما شفتش ان العيب فيكي، بس لما جيتي قلتي كمان هو عايز يطلقك ومن غير سبب ومش عايز حتى يتاكد انك بتخلفي او لا، ما ده سؤال اساليه لنفسك. هو ليه عشرتك معاه ما غليتش عليه؟ يا ترى لا انا ما عندكيش شخصيه؟ يا ترى مشيانك ورا مامتك واهلك بالصوره القويه دي حسسته ان معهوش حد، انك ضعيفه، ان مالكيش وجود؟ الجوازتين الاولانيين انا ممكن اعديهم انها مش غلطتك، بس صدقيني تتجوزي تاني او لا ده نصيب مع ربنا. بس اللي انا عايزه اقوله لك انت ما ينفعش تاخدي اكشن جواز حد تاني واخد لك القرار، لازم تاخدي قرارك بنفسك. وقبل ما تتجوزي يا ريت تراجعي. انا حاسه ان في مشكله اكيد في علاقتك بجوزك او بجوازك عموما. ومعانا دلوقتي رساله صوتيه نسمع. السلام عليكم. أنا عندي 46 سنة، اتجوزت من 20 سنة جواز عن حب، وبعد جوازنا عرفنا إن عندها مشاكل في الخلفة واتطلقنا بعد ضغط كبير من أمي. وبعد كده أمي جابت لي عروسة على ذوقها.
أنا ما كانش هاممني أختار عشان أنا كنت لسه بحب اللي كانت مراتي الأولانية. العروسة اللي جابتها أمي أنا ما شفتهاش غير مرتين قبل الجواز، وبعد الجواز اكتشفت إني اتجوزت حرفيا شغالة، كل تفكيرها في الطبيخ والتنظيف، ما تعرفش يعني إيه أنوثة أبدا. حتى في العلاقة الخاصة عندها برود غير طبيعي. لكن ربنا أراد إنها تحمل في ابني اللي لما جه ملأ عليا الدنيا ونساني كل الإحباط اللي كان عندي. من فترة قابلت واحدة جميلة جدا وحصل بينا توافق في كل حاجة تقريبا، وقدرت تعوضني بمشاعر عن كل الحرمان اللي أنا شفته مع مراتي. عرضت عليها الجواز ووافقت، لكن المشكلة دلوقتي في مراتي. بالرغم إننا مفيش بينا أي حياة من أي نوع، لا كلام ولا خروج ولا علاقة خاصة من أكتر من 3 سنين، إلا إنها رافضة جوازي وواخدة الموضوع على كرامتها. أنا خايف أطلقها أبقى بظلمها، بس أنا هتجوز البنت اللي بحبها ومستحيل أسيبها، وأنا قادر ماديا إني أفتح بيتين، لكن قلبي ووقتي هيبقى مع مراتي الجديدة، وأكيد مش هظلم ابني أو أقصر في حقه بجوازتي الجديدة. لكن مراتي لو طلقتها هتحرمني من ابني وأنا روحي فيه. قولولي أعمل إيه؟ أنا متفهمة، بس أنا عايزة بس نفرق ما بين طاعة الأهل وإرضائهم، وإن ما يبقاش عندنا شخصية ومنقادين. يعني الشكوى اللي قبل كده أنا عذرتها شوية، برضو بنت وعندها 17 سنة وتربيتنا بتحكم علينا حاجات كتير. أنت راجل عاوز تتجوز واحدة والدتك مش عاوزاها، أنت ما قدرتش تاخد قرار سليم إنك تكمل معاها ولا لأ، ما قدرتش تفصل حياتك عن والدتك. طيب أهي الجوازة دي باظت، قلت تسمع كلام ماما، برضو ماما جوزتك واحدة على مزاجها، جاي تقول إن ملهاش في الأنوثة خالص. طبعا مش عشان ما فيهاش أنوثة، لأ، عشان أنت ما اخترتهاش. اللي أنت شايفها ما فيهاش أنوثة ممكن تكون عند راجل تاني كلها أنوثة. اللي أنت شايفها ما تعجبش حد غيرك هيتجنن عليها، بس أنت ما اخترتهاش. تيجي تقول لي بقى العلاقة الخاصة بتاعتكم، أنت كنت مستني إيه؟ تجيلك واحدة خبرة يعني ولا إيه؟ يعني إيه ما عندهاش أي خبرة حتى في علاقتنا الخاصة مش سعيد؟ هي المفروض تتدرب بره وتجيلك ولا إيه؟ أنا مش فاهمة برضه. دي خيبته هو بصراحة، مالها هي المفروض تتعلم بره وتجيله ولا إيه بالظبط؟ إنك بقى تظلمها أو ما تظلمهاش، أنت ظلمتها فعلا، هو الظلم حصل. هتتجوز تاني اتجوز، بس أنت عمرك ما هترتاح، دايما هيبقى ناقصك حاجة. الجوازات كلها سببها ضعفك أنت، فياريت القرار الجاي يكون قرار متاخد على أساس، ومش برضو عشان ماما قالت. ياريت نشوف نفسنا عاوزين إيه، مش اللي حوالينا عاوزيننا نعمل إيه. ومعانا رسالة بقى جات لي دلوقتي بتقول إن اتجوزت 3 مرات، أنا لسه عندي 28 سنة. ياه أنت مستعجلة أوي، 28 سنة اتجوزت 3 مرات، وكل مرة كانت بتقع في راجل سيء. كل مرة هو نفس الراجل ولا إيه؟ الأولاني كان بيشرب خمرة، طب ما هو باين إنه سيء أهو من الأول، وكان بيضربني وبياخد فلوسي. وطبعا بعد ما رحت لطوب الأرض قدرت أتطلق، وقعدوا ضغطوا عليه إنه يسيبني، وفعلا سيبنا بعض. اللي بعد كده اتجوزت واحد تاني كان راجل كبير ورافض إنه يخلف تاني عشان عنده ولاد كبار، وأنا عاوزة أكون أم. طب اتجوزتيه ليه يا بنتي؟ يعني أنت عاوزة تكوني أم والراجل كبير ومخلف وكان واضح ما ضحكش عليكي، طب أنت بتعذبي روحك ليه؟ هو راجل وخلاص؟ هو من قلة الرجالة؟ ولو مش موجودين الرجالة هيلزمها ايه المرمطة؟ انت عاوزة تخلفي، زوج مش عاوز يخلف، ناخده ليه؟ جوزي او عريسي
بيشرب خمره، عصبي، يبقى طبيعي انه وارد انه يضربني وانه يهني. ادي الجوازتين الاولانيين انت شايلاهم يا بطله، محدش فيهم خالص نقدر نقول ان حد كان هو السبب. التالت بقى تعالي نشوف حكايته ايه. بتقول انه بيعايرها بقى التالت بقى انها اتجوزت مرتين قبله. طب وانت يا حبيب ماما ما كنتش عارف انها اتجوزت مرتين قبلك ولا ايه؟ هي ضحكت عليك وبعد ما اتجوزتها لقيتها متجوزه مرتين؟ ما انت عارف انها متجوزه مرتين قبلك. ولا كان الاحسن انها تصاحب 2 قبلك؟ طب ما هي اتجوزت 2 قبلك وانت وافقت تديها اسمك. ليه انت بتعايرها وبتقول لها انت فاشله؟ وعلشان ايه اهلك كمان يقولوا عليها ان ايه اللي يخليك تتجوز واحده زي دي؟ كان فين الكلام ده من الاول؟ يعني انت برضو خدتي راجل ما عندوش شخصيه وبقيتي متطلقه 3 مرات وما عندكيش 30 سنه. انا مش قادره اديكي عذر. انا شايفه انك عندك مشكله في المايند سيت، عندك مشكله في ترتيب اولويات تفكيرك. انت محتاجه انك تعرفي توصلي للي انت عايزاه ازاي. انت هدفك الجواز وخلاص، بس هي مش القصه كده. هو انا هدفي ان انا اتجوز واكون سعيده.